تنتين صعبات. انه تلبس الحجاب صعب، وبرضه انك تشلحه صعب. عشان الحجاب اموت، صح؟ عشان الحجاب اموت، عشان الحجاب تدعو علي اموت، صح؟ اوكي. أول ظهور لسالي العوضي بدون حجاب بعد اتخاذها قرار شلحه قبل أيام. تعليقات الناس دايما اشلحيه على الفاضي، رقبتك هيك ابصر شو الناس تقعد. مش حابة اشلحه ابدا، اني اشلحه بعدين لا، بس بقعد بفكر هيك بعني، بفكر برجع بحكي لا ما تشلحوش يا سالي، حرام حرام. وبقعد اعيط اني فكرت هيك، كل مرة بفكر هيك. تنتين صعبات، انه تلبس الحجاب صعب، وبرضه انك تشلحه صعب. وانا مش يعني كثير بفكر اشلح هاي الفترة، يعني كثير بفكر اشلح الحجاب هاي الفترة، بس اقعد مع حالي وافكر اني فكرت هيك وفكرت اشلح الحجاب بحلم. لبست الحجاب قبل ما ادخل الجامعة، ما بعرف يمكن بيئة الجامعة اثرت فيه شوي، صح؟ ما بعرف يعني، ما بعرف جد. تغير التفكير هيك مرة واحدة، تغير مرة واحدة وكل اشي تغير. يمكن ما خلوا بس عادي يا حبايبي. والله أنا اليوم بحكي لكم، اليوم كان أسوأ يوم في حياتي. وشايفين 10,000 كومنت اللي صاروا من أول، 10,000 كومنت اللي صاروا من أول ما نزلت البوست، 10,000 كومنت اللي فكرتوني أنا بعمل هيك عشان الترند وبلشتوا تسبسبوا علي. أنا مش مسامحة ولا واحد فيكم، لا دنيا ولا آخر. عشان الحجاب أموت، صح؟ عشان الحجاب أموت، عشان الحجاب تدعو علي أموت، صح؟ أوكي، ادعوا علي أموت. كان عندي فيديوهات يلي بتحكوا إنها تحجبت عشان الترند، كان عندي فيديوهات عليها ملايين المشاهدات، فيديوهات عليها ملايين المشاهدات، وحذفتها عشان بدي أتحجب. أقسم بالله أنا لما تحجبت من قلبي تحجبت. طبعا بدي أشكر كمان كمان في عندي أصدقاء وقفوا معي، ضحى وميكس، وفي طارق كمان وقف معي. ضحى وميكس وطارق وقفوا معي، شكرا، بشكرهم جد إنهم طلعوا وحكوا عني وهيك. وفي كمان شاب كان يحكي بالفيديوهات، كان يحكي عني، هو مش مشهور بس برضه شكرا عشانك وقفت معي. هو أردني، يمكن هو لو بيحضر اللايف بيعرف. بحب أشكر عن جد ميكس وضحى. اكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات، ويا ريت ما تنسوا لايك للفيديو واشتراك بالقناة.